وأيضا أختم الحديث أنه قد تكشفت للجنة بعض الأمور على النحو التالي. أولا، أن ما قام به مشجعي ألتراس المصري اللي هو جرين إيجلز انطلاقا من الثقافات الخاطئة التي يعتنقها جماهير الألتراس، والتي من بينها الاستيلاء على فانيلات جماهير الفريق المنافس وأدوات التشجيع واللافتات التي يحملها، وأنهم في ذلك قد حققوا انتصارا على الفريق المنافس بصرف النظر عن نتيجة المباراة أو عدم إقامتها من الأصل، وكان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى اقتحام هذه الجماهير لمدرجات جماهير النادي الأهلي. ثانيا، قيام بعض المحرضين باستخدام بعض جماهير الألتراس والبلطجية مستغلين مناخ التعصب المصاحب للمباراة لتحقيق أهداف سياسية بهذه المجزرة، وستتقدم اللجنة بأسمائهم إلى النيابة العامة، انطلاقا من أن عمل اللجنة جهة تحقق بتستجلي الحقيقة في موضع سرها، وأن ما توافر للجنة من معلومات من خلال استطلاع مسرح الحدث وشهادة الشهود أنهم ساهموا بأفعال يؤسمها قانون العقوبات، حيث أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق في هذه المعلومات.